دكتور جميل، هل بروتوكول الحقن بيختلف من حالة للتانية ولا لأ؟ طبعا قولا واحدا بروتوكول الحقن بيختلف من حالة للتانية. واحنا اصلا عندنا دلوقتي يمكن احنا مثلا اول ما اشتغلت الشغلانه دي في 2011 كان هم البروتوكول الطويل والبروتوكول القصير والبروتوكول الانتاجونست، مفيش غير دول. لا دلوقتي الدنيا بتختلف تماما. وبالمناسبه تخصص الحقن المجهري كل يوم فيه جديد، وكل يوم بنكتشف حاجات بسيطه جدا كانت قدامنا ومش عارفين احنا ازاي ما شفناهاش، وفجاه نكتشف انها لها تاثير قوي جدا على نجاح البروتوكول او تنشيط التبويض وهكذا. فانا دايما بقول كلمه من زمان قوي قوي، ان دكتور الحقن المجهري الشاطر هو ترزي شاطر، بيفصل لكل مريضه فستان على مقاسها. مش كل السيدات بكل الاوزان بكل الاطوال هينفع لهم فستان واحد. فبالتالي انا بختار للمريضه البروتوكول اللي هيناسب حالتها.